ها جهزتوا القوة؟ خليكوا جاهزين، انا نازل حالا. سلام. شريف باشا. انت مين؟ انا النقيب هشام الصفطاوي، مباحث امن دوله. اهلا وسهلا يا باشا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا الحقيقه انا اسف جدا، مش هقدر اقعد معاك لاني نازل عندي شغل. ما انا جاي لك بقى عشان انت مش هتنزل الشغل ده النهارده. انا مش فاهم كلام سيادتك. انا عندي اوامر مشدده من الجهاز بوقف العمليه دي. ايوه يا فندم، بس انا ما جاتليش اوامر بوقف العمليه. ايوه، ما متصل بحضرتك وانت ما ردتش. سياده اللواء منصور ما اتصلش بيا عشان اوقف العمليه، يبقى العمليه مش هتقف. ايه ده يا سياده الرائد؟ ده مش اسلوب شغلي. سياده النقيب هشام، انا عارف شغلي كويس. بعد اذن حضرتك. ايوه يا باشا. الو. ايوه يا خالد، اوعى تيجي دلوقتي البيت، اوعى. في عربيه بوليس واقفه قدام باب بيتنا. ايوه بيتنا يا ابني، بقول لك ما تجيش. بقول لك ايه، هنتقابل في نفس المكان والوقت بتاع امبارح، وانا اكلم بقيه الشباب يقول لنا على الشقه. ماشي. بقول لك ارمي الخط بتاعك ليكون متراجع. مع السلامه. ايوه طلع. ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتحور. بتقول ايه يا عم انت؟ نهار اسود. طيب ماشي خلاص يا عم، انا همشي دلوقتي حالا. اقفل انت دلوقتي، سلام. نهار اسود. في ايه يا طلعت؟ استني يا زينة، ده في مصيبة. البوليس عايز يقبض علينا. يا مصيبتي، ليه اللي حصل؟ عملت ايه يا منادي؟ زينة اهدي بقى يا زينة، خلينا نفكر. بصي، هتلمي اي هدمتين كده ولازم نخلع من هنا دلوقتي حالا. طيب حاضر، بس ايه اللي حصل؟ يا زينة مش وقته. احنا لحقنا نتهنى هنا. زينة مش وقته، خلصيني يلا. ايه المصايب دي يا رب؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل دلوقتي، هقابلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبة يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسابتي، هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حتة دلوقتي، وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. اقول لك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامة يا سوسو. يلا انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك. لا نعيش سوا يا نروح في 60 داهية سوا. ازاي يعني؟ افهمها ازاي دي؟ يمشي ويختفي هو ومراته من غير ما يقول لابوه وامه. راحوا فين؟ يا باشا هم قالوا لنا رايحين نتفسح. يا باشا، وبعدين يعني عقبال امالتك كده دول عرسان جداد. ايوه يا باشا، قلنا لهم هتروحوا فين بالظبط، قالوا لحد دلوقتي ما نعرفش هنروح فين. هنعمل معاهم ايه يا باشا؟ يعني مالناش كلمه عليه. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا باشا، هو انا ابني يعني متهمينه في حاجه؟ ابنك متهم في قضيه سرقه وفي قضيه قتل كمان. يا لهوي، مش مخدرات بس. مخدرات يا وليه؟ في حد جاب سيره المخدرات؟ المخدرات دي عمرها يا باشا معتبه بيتنا وغلاوتك عندي. طب بقول لكم ايه، فهموني كويس قوي. لما طلعت تتصل بيكوا وانا عارف انه بيتصل، تفهموه بالذوق وبالهداوه انه يسلم نفسه، بدل ما اخدكم انتوا الجوز مكانه لحد ما يجي لي لحد عندي. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. يلا رجاله. مخدرات؟ تجيبي سيره المخدرات ليه يا وليه؟ ولا بس كده انا على الواد بقى، اسكت.
معلش يا دكتور، احنا بنشوف شغلنا يعني. انا فاهم طبعا ومقدر، بس مش يمكن يعني شكوكو ده مش في محله؟ لا يا دكتور، ده لؤي بالذات متصور بكاميرات المتحف وصورته واضحه وضوح الشمس. طب هو فين دلوقتي؟ هرب، اختفى هو وزمايله، بس هنجيبهم تاني. هو في ايه يا مامي؟ ما تخليش يروح، ما تخليش يروح. انتوا ان شاء الله هتشرفوني في المديريه بكره عشان نقعد نتكلم وندردش شويه. انا هاجي لك يا سياده الرائد، وده الكارت بتاعي فيه كل تليفوناتي. تمام يا دكتور، وانا هتصل بيك واحدد معاك ميعاد. تمام يا فندم، فتشنا مفيش اي حاجه يا فندم. طيب بعد اذنك يا مدام. نعم. هنحتاج نفتش شقه مصر الجديده كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف، سيب القضية دي شوية. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شوية. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هم هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبيه في مكان انا عارفه، وبعدين ده شغلي وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقول لي مكانهم فين؟ حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه، بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعه. طب ما تقول لي هما فين عشان نبعت قوه تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع. العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الرأي العام. البلد مقلوبه سياده الرائد، وانت بقى سيد العارفين. وبعدين اي حاجه نلاهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثوره تونس. يا سياده اللي هو الكلام ده ما انا لما اقرر ان انا اقبض عليهم هقول لك، وكمان بنفسي يا سيدي هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى اديك سيجاره؟ شكرا، ما بدخنش. وايه الدقن دي بقى؟ يعني كده محدش يعرفه. تعالوا على بعض، تعالوا يا شاي. ايه ده بصوا بقى، بصراحة كده مفيش غير المكنة دي اللي محدش يقدر يعطر علينا فيها. جراج يا ماجد، جبنا في الاخر نعيش في جراج. ما لقيتش مكان اعفن من كده جبنا فيه. معلش يا حبيبي، هو اي مطرح يلمنا وخلاص، استحمل بقى. المهم يا جماعة، هتعملوا ايه مع الراجل ده؟ لازم ننتقم منه، بس ازاي؟ احنا نسرق الشركة بتاعته. الله، صح. وأول مرة نعوض فلوسنا اللي ضربها في كرشه اللي يتشك في حواجبه ده. بصوا يا شقايق، برضو الموضوع ده محتاج فكر، وبصراحة يعني احنا لازم ننام، لما نصحى بقى نفكر براحتنا. على قولك، انا هموت وانام. هدخل اتلجح شويه في البرميل ده. بصوا يا شقايق، بصراحة برضو يعني المكنة دي ما فيهاش غير سرير واحد، يعني ممكن نتبادل. لا، احنا هننام عليه انا وسوسو وزينة، وانتوا بقى اتصرفوا في اي حاجة.